ازيكم، اخباركم ايه؟ انا عارف انكم متابعين اللي بيحصل في غزه اليومين دول، وعارف ان كلنا في حاله حزن شديد بقالنا اكتر من سنه ونص بسبب اللي بيحصل لاخواتنا هناك. بس انا جاي النهارده علشان اكلمك عن الانسان الغزاوي العجيب ده، واللي ادهش العالم كله بموقفه وثباته. الناس اللي عايشين حياه اقل ما يقال عنها انها مرعبه، وبيشوفوا اهوال كل يوم اشبه باهوال يوم القيامه، ورغم كده صامدين في ارضهم ومتمسكين بيها. بس يا ترى ايه اللي يخلي انسان يتمسك بارضه بالشكل ده رغم المعاناة اللي بيشوفها كل يوم؟ ايه اللي يخلي حد بيته اتهد واسرته اتشردت او عدد كبير منهم مات انه يفضل زي ما هو ويرفض اي اقتراح للتهجير؟ هنا كان لازم نحكي حكاية الانسان الغزاوي والفلسطيني بشكل عام، وايه يفرق بينه وبين الصهيون، ولو دارت معركة متكافئة بينهم مين هيكسب المعركة؟ انا محمود جمعة وده برنامج انسان، تابعوا معانا لنهاية الحلقة. ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتبهيض المثقفون. تعال نرجع مع بعض ليوم 7 اكتوبر، مش 2023، لا ده قبل كده بكتير، وتحديدا سنة 1917. في شهر اكتوبر سنة 1917 كانت فلسطين واقعة تحت الحكم العثماني، بلد جميلة وهادية وليها مكانة كبيرة لكل الناس، وبيعيش فيها كل الأطياف في سلام وأمان، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو حتى اليهود. لحد ما بعدها بشهرين، وتحديدا في شهر ديسمبر، تدخل بريطانيا لفلسطين وتسقط مدينة القدس في ايد الاحتلال بعد حوالي 730 سنة من تحرير المدينة من الصليبيين على ايد القائد صلاح الدين. المهم من وقت احتلال فلسطين ويمكن من قبلها، وبريطانيا عمالة تنكش علشان تجيب اليهود جوه فلسطين علشان تلغي الهوية العربية والإسلامية من المنطقة، وهو بالمرة يتخلصوا من مشاكلهم وقرفهم اللي كان موجود في أوروبا. وطبعا كلنا عارفين وعد بلفور، مش محتاجين نتكلم عليه كتير. الفكرة بقى ان الفلسطيني من وقتها وهو عايش في العذاب. متخيل من سنة 1917 لحد الآن لسه الفلسطيني موجود في أرضه وبيصارع عليها. أظن أنت معداش عليك سنة غير لما شفت أو سمعت عن حدث مهم حصل جوه فلسطين، والصراع مستمر مش بيخلص. ده تقريبا كل شهر بنسمع عن حدث جديد أو عملية نوعية تانية. كل ده والمقابل الأرض بتغتصب ومستوطنات جديدة بتقوم وشهداء ومصابين، وبرضه زي ما هو الفلسطيني موجود في أرضه وبيقاوم في كل لحظة. لكن السؤال دلوقتي إيه السر في الموضوع، ولحد إمتى هيفضلوا كده، وإزاي قادرين يستحملوا كل ده؟ زي ما قلنا الفلسطينيين موجودين في أرضهم من قديم الزمن، اتولدوا وعاشوا في مكان كان موجود فيه آبائهم وأجدادهم، ورثوا منهم العادات والثقافات واللغة اللي بيتكلموا بيها. ناس اتعلمت في البلد واشتغلت فيها، زرعت وتجرت وصنعت، عاشوا ذكريات حلوة وذكريات مؤلمة، وليهم تراث بيفتخروا بيه، قصص بطولية وحكايات يتباهوا بيها. سلسلة من الذكريات محفوظة في دماغهم ومش بتتنسي. مكان عاشوا فيه أول تجربة للسعادة، وأول تجربة للحب، وأول تجربة للتعلم، وحتى أول تجربة للحزن. مكان موجود فيه قرايبهم وأهلهم، أعراق وأنساب في كل مكان. العائلات والقبائل بتربط الناس في كل مكان في البلد، والأهم من ده كله إن هي بلدهم اللي أجدادهم السابقين عمروها وماتوا علشانها، وأكيد هم كمان مستعدين يموتوا عشانها. بلدهم اللي الطفل بيعرفوه على كل شبر من أرضها، لأنه هيكبر في يوم من الأيام ولازم يحمي الأرض دي. بلدهم يعني القدس والمسجد الأقصى ويافا وحيفا وعكا والسواحل الجميلة والخليل وبئر السبع وحجر الزيتون وغزة مصنع الأبطال. على العكس من كده بقى، لو انت جيت مسكت أي صهيوني وسألته ببساطة الأرض دي بالنسبة لك تسوى إيه، هيقول لك والله ولا تسوى لي أي حاجة. هيقول لك كل اللي أنا أعرفه إني سرقت البيت اللي موجود فيه ده من 50 سنة مثلا، أو إن والده كان جاي من أوروبا مترحل لبلد ما يعرفش عنها أي حاجة ولا حتى بيتكلم لغتها. هيقول لك إن أنا عايش في مكان مصطنع تاريخه لا يتعدى ال 100 سنة، بالرغم إن ترابه بيرجع لآلاف السنين. اسأله عن عيلته وأصوله، هيقول لك أنا معرفش حد هنا ولا ليا عيلة، وهتلاقي أصله أرماني أو بلجيكي أو أثيوبي مثلا، وجيرانه اللي في الشارع وزمايله اللي معاه في الشغل هم كمان كل واحد فيهم من حتة شكل. اسأله عن تاريخ بلد وعن حضارتهم السابقة، هيقول لك دي بلد من غير حضارة ومن غير تاريخ. اسأله عن ثقافات بلدكم وعن عاداتكم الأصيلة، هيقول لك ده احنا بلد ميعة ملهاش ثقافة ولا أصول. طب اسأله عن حدود بلده، يعني أولها فين وآخرها فين، هيقول لك معرفش، يعني أنا الحتة اللي بعرف أسرقها بقعد فيها. هقول لك ببساطة ما أنا لو ما قعدتش هنا ممكن ما الاقيش مكان تاني أقعد فيه. عايزك تبص كده بقى وتقارن وشوف الفرق ما بين الإنسان الفلسطيني والصهيوني. شوف الفرق بين واحد عنده هوية ووطن وأرض وثقافات وعادات متمسك بيها، وبين واحد ملهوش أي هوية، بين واحد عنده قضية عايش علشانها ومقدسات بيدافع عنها، وبين واحد تاني بيحارب بس علشان ما ينطردش من المكان اللي سرق. بين طفل بيتربى على المواجهة ومقاومة العدو، وطفل تاني بيكبر وهو عارف كويس قوي انه محتل المكان وهيجي يوم ويخرج منه. علشان
كده مش عايزك تستغرب انك تلاقي الناس المعذبين في ارضهم دول ان هم صابرين وصامدين في ارضهم لحد الان، لان ببساطه هي ارضهم وهويتهم ومش هيتخلوا عنها لحد اخر نفس. وقارن بنفسك بين حال ده وحال ده، وايمان وصبر ده وايمان ده، وانت بنفسك هتعرف لو دارت معركه متكافئه بين الطرفين مين فيهم هيكون الكسبان. والموضوع مش بس سلاح ولا امكانيات، الموضوع برضه قضيه وايمان جوه قلوب الناس. وانا هنا مش جاي اقول لك معلومه جديده، احنا كلنا عارفين اللي فيها، لكن بس انا جاي افكرك ان اللي ما يتسموش دول ولا يسووا اي حاجه، هم بس شويه حراميه مدعومين من جهات طبعا كلنا عارفين هي مين. فالفكره انك كصاحب ارض تقدر جدا تاخد حقك وارضك من تاني، لكن بس محتاجه شويه تخطيط وصبر، ولازم نحقق مبدأ الامه الواحده. وزي بلاد كتيره كان ليهم الحق في ارضهم واتحررت بسبب ثباتهم وصبرهم، فلسطين هي كمان هتتحرر. وده مش كلامي، ده وعد ربنا لينا.